من فترة شركة اوبو نزلت تليفون اوبو F1S واللي كان اسمه ملك السيلفي وعمل نجاح كبير جدا في السوق المصري. المرة دي هنكلمكم عن النسخة المطورة من التليفون واللي بتيجي ب 4 جيجا بايت رام ومساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت. خليكم معانا. التليفون هو اوبو F1S اللي نزل من فترة بنفس المواصفات مع اختلافين مهمين هنتكلم عليهم كمان شوية، بس خلونا الاول نبدأ بالمواصفات علشان اللي ما يعرفش F1S. تصميم التليفون بسيط جدا، في من قدام السماعات والسنسور والكاميرا الامامية والفينجر برينت سنسور اللي بيشتغل بشكل سريع وممتاز جدا، وعملنا عليه فيديو تفصيلي تقدروا تشوفوه لو دوستوا على اللينك ده. من تحت هنلاقي فتحة الشحن وسماعات التليفون وفتحة السماعات، وعلى اليمين هنلاقي الباور بutton وفتحة الخط والميموري، والتليفون بياخد خطين زائد ميموري كارد ودي حاجة كويسة جدا. اما على الشمال هنلاقي الفوليوم روكر. شاشة التليفون حجمها 5.5 بوصة ومصنوعة بتقنية IPS LCD وبدقة HD مش Full HD. اما نظام التشغيل الموجود على التليفون فهو اندرويد لوليبوب 5.1 وهو نفس نظام التشغيل اللي كان موجود على اوبو F1S اللي فات، وبصراحة كنا مستنيين ان مادام دي نسخة جديدة كنا منتظرين انها تنزل باندرويد نوجا او على الاقل اندرويد مارشميلو. اما واجهة المستخدم هي كولر OS 3 اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو ده. كاميرا التليفون الخلفية فتحة عدسة 2.2 ودقة 13 ميجا بكسل، اما الكاميرا الامامية فتحتها 2 وبدقة 16 ميجا بكسل، وهي من احسن الكاميرات الامامية الموجودة في السوق حاليا. ولو عايزين تعرفوا كل حاجة عن الكاميرتين تقدروا تشوفوا الفيديو اللي عملناه بالتفصيل لو ضغطتوا على اللينك ده. بطارية التليفون 3075 ملي أمبير وبيدعم الشحن السريع مش خاصية الفوك اللي اوبو مشهور بيها، وكمان بيجي ببروسيسور ميديا تك 6750 ثماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز. اما بالنسبه للجديد عن التليفون القديم فهي ان مساحه التخزين الداخليه بقت 64 جيجا بايت بدل 32 جيجا بايت، والسيستم واخد منها حوالي 10 جيجا بايت. اما رامات فهي 4 جيجا بايت على عكس التليفون القديم اللي كان 3 جيجا بايت، وطبعا ده مخلي اداء التليفون اسرع بكتير، وده شايفينه في تطبيق انتوتو، شايفين هو واخد سكور كام دلوقتي قدامنا في التطبيق، وكمان في الالعاب اللي احنا جربناها على التليفون. والحقيقه واحنا بنجرب الالعاب دي ما كناش شايفين اي بطء او اي سخونيه بتحصل في التليفون، وكان اداء التليفون ممتاز جدا. ده كان تقييم تليفون اوبو F1S الجديد من شركة اوبو. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على موقعنا reviewzat.com وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.